ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في الدراويش، وبيشرفني في الدراويش النهارده الاستاذ احمد عبد الحليم عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي الحالي. استاذ احمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك. خليني اعرف المشاهدين بحضرتك اكتر، ان حضرتك من اقدم عضو في مجلس اداره النادي الاسماعيلي، كان ليك اكتر من تجربه سابقه. كان اولها سنه 89 كان تحت رئاسه المستشار محمد مطر، سنه 92 مع المهندس محمد رحيل، سنه 2010 مع مجلس اداره المهندس يحيى الكومي اللي كان معين، وفي 2012 مع مجلس اداره العميد محمد ابو السعود. يعني بقى طويل وخبره في مجال مجلس اداره النادي الاسماعيلي تحديدا، وفي الغالب معظم المشاكل عدت على حضرتك، فاهلا بيك في الدراويش النهارده. اهلا بيك يا فندم. انا في الحقيقه انا اشتغلت مع 6 رؤساء مجالس انديه. تمام. مع المستشار محمد مطر، وبعد كده كمل الدكتور رأفت عبد العظيم اللي هي سنه الدوري العام 91. وبعد كده مع المهندس محمد رحيل كمجلس منتخب كان في 92. وبعد كده المهندس يحيى الكومي كان مجلس معين، وبعد كده اللي هو محمد ابو السعود مجلس منتخب اللي هو الحالي السنه دي. يعني قبل ما ادخل في كل التفاصيل بقى، ويمكن انا قلت في المقدمه ان احنا كان لازم النهارده نتكلم مع احد اعضاء مجلس الاداره. حضرتك شرفتنا النهارده في الدراويش وقبلت دعوتنا علشان في تفاصيل جدا بدات تحصل في خلال اقل من شهر من تولي مجلس الاداره، ويمكن يعني ادام ده حصل يمكن يعني ده بيقول ان في شغل حصل. لكن حضرتك لامس فرق يعني مع حضرتك كعضو في المنصب عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي في كل الفترات دي مع حال الفريق ومع حال النادي، في فرق ولا الموضوع زي ما هو في ظروف النادي على الاقل؟ هو بس تسمح لي حضرتك في فضل. الاول عايز اشكر واوجه تحيه احتفال وتقدير لكل رؤساء واعضاء مجالس اداره الاسماعيلي السابقه، لان كلهم العمل ده اول اساسا عمل تطوعي، عمل عام تطوعي، والناس دي ادت من فكرها وجهدها ووقتها واموالها. فانا بسجل ليهم بعد اذن سعادتك تحيه اعتزاز والتقدير. لا واحنا كمان والدراويش كمان بيشكر كل ومجالس اعضاء مجالس اداره النادي الاسماعيلي، لانهم ناس محبين النادي الاسماعيلي، وكان كل اللي يهمهم يبقى النادي الاسماعيلي في المقدمه. فيما يتعلق بقى بحضرتك بالسؤال اللي حضرتك بتساله، الوضع فيما يتعلق بالمجلس الحالي يعتبر مختلف شويه. يعني جميع المجالس السابقه كان هو المشكله الاساسيه اللي بتواجه جميع المجالس السابقه هو عدم وجود موارد ثابته. تمام. ودي قبل كده قلناها كتير، لان طول ما في موارد ثابته يبقى ما فيش استقرار، يبقى ما فيش اتخاذ القرار نفسه، مش هتعرف تتخذ قرار. تمام. مش هتعرف تشتري لعيبه، مش هتعرف توفر متطلبات العمل اليومي. انما يبقى في مورد ثابت، اولا نمره واحد مش هتفرط في ولا لاعب من لعيبتك او الاعمده الاساسيه. تمام. النهارده اللي بيخلي كان مجالس الادارات السابقه تضطر لمساله البيع هو عدم وجود المورد. بس لغايه دلوقتي لسه ما فيش مورد ثابت برضه. ما احنا في المجلس دون عندنا خطط ومشروعات ان شاء الله، مشروعين يعني كبار. ربنا لو اكرم فيهم مش المجلس اللي هيرتاح، المجالس اللي جايه بعد كده النادي على مستوى الفترات اللي جايه، لان هيبقى في مورد ثابت للنادي طبعا، وده هيريح جميع المجالس المتلاحقه بعد هذا المجلس. تمام. طيب استاذ احمد، حضرتك دخلتنا في موضوع المورد الثابت، وده هيكون اول سؤال او اول فقره هنتكلم فيها. ان مديونيات النادي الاسماعيلي طلع كشف بالتفريده بتاعت مديونيات النادي الاسماعيلي. النادي مديون ب 36 مليون جنيه، والرصيد في النادي حوالي 120 الف جنيه. ويمكن التفريده موجوده بدون دخول في تفاصيل، لكن كان في غموض كبير قوي بيحيط موضوع ديون النادي ده، لان كان في تصريحات مختلفه من الاداره السابقه، مجلس دكتور رافت عبد العظيم اللي كان معين السنه اللي فاتت سنه كان لمده سنه كامله، ان المديونيه كانت من 45 مليون ووصلت 27 مليون، لكن احنا دلوقتي دخلنا لانها 36 مليون. ويمكن حضرتك في عامل مشترك بين حضرتك في الموضوع ده، وهو ان حضرتك كنت موجود في مجلس المهندس يحيى الكومي اللي سلم دكتور رافت عبد العظيم، وبعدين موجود دلوقتي في مجلس العميد ابو السعود اللي استلم من الدكتور رافت عبد العظيم. حضرتك سلمته المديونيه كانت كام واستلمتوها كام؟ لان هو دلوقتي اللي بيتقال 36 واللي كان طلع منهم اللي هو 27. فيما يتعلق بالمديونيات، المديونيات موجوده، وبعدين عشان ما نهربش من الواقع، احنا لما اقدمنا على هذا العمل عارفين ان النادي فيه مديونيات. جميل. واحنا بنكن كل احترام والتقدير لجميع المجالس السابقه، لا ما حدش بيشكك، ما حدش يقدر يشكك في اي في ذمه اي انسان. لا مش بنشكك، لكن بنقول ان في بيان طلع ب 27 مليون اللي باقي على النادي. الدكتور رأفت او غيره في مديونات انما هو الخلاف في طريقه العمل، مش اكتر من كده. يعني انا ممكن يبقى عندي مثلا سي 10 مليون جنيه، تمام، اقدر احطهم في مكان صح او ادي هنا وهنا وهنا وهكذا. انما ما حدش بيشكك في ان المديونات موجوده، والمديونات بالمجالس السابقه كلها موجوده، مش مجلس الدكتور رأفت بس. انما كان هو المجلس عندنا الحالي هو كانت نقطه العتاب بس على المجلس السابق، ان كان في الجزء الثاني من مستحقات اللاعب احمد حجازي 6 مليون وشويه، كانت جت حوالي 6 مليون جنيه، هم اتصرفوا في التاريخ من 14/8 ل 27/8.
فهو كان وجهه نظر 3 المجلس أيام. الحالي ان وجهة نظر كانوا المجلس يسيبوها في الحالي الخزنه. على اعتبار هو ما خدهاش حطها في جيبه، اكيد كمان طبعا، يعني لكن ما هو كانش يصرفها. راجل محترم وراجل على مستوى المسؤوليه، ومجلس جميل. كل اللي معاه كان مجلس محترم. انما هو العتاب الوحيد للمجلس الحالي ان كان سابهم، كان على الاقل يقدروا يمشوا المجلس الحالي لمده سنه، بمعنى في مثلا اقدر اسد هنا ااجل ده شويه او هكذا. انما لما تخش تلاقي 120,000 جنيه فانت قاب قوسين او ادنى مش هتقدر تعمل حاجه، خاصه ان الفريق الاول هو الشغل الشاغل لجماهير الاسماعيليه. طبعا. يعني وده من هنا انا بقول الناس عليها انها تصبر شويه فيما يتعلق بالفريق. هو مجلس الدكتور رأفت او المجالس السابقه باعوا لان مفيش مورد، باعوا غصب عنهم. تمام. فالنهارده انت عشان الفريق بتاعك تقدر تحقق بطوله، انا ما اقدرش اوعد جماهير الاسماعيليه الا بعد فتره الانتقالات الشرطيه اقدر ادعم بيها 2 لعيبه او 3 لعيبه سوبر يقدروا يبقى. ما احنا هنتكلم في موضوع اللعيبه ده دلوقتي. دلوقتي. المجلس اللي فات بتاع قياده الدكتور رافت عبد العظيم كان عنده لعيبه كتير قوي ميعادها ان هي تمشي وسابهم يمشوا، او هم مشيوا يعني بشكل او باخر، او لظروف ما جددوش. وكان المفروض لو كان هيجددوا كان هيجددوا برقم كبير قوي، وهم عملوا وضع سقف للاعبين حوالي 1,200,000 او 1,250,000. العميد ابو سعود كان في له تصريحات ان هو ضد الموضوع ده. هو بيقول ان هم كانوا تعاقدوا مع اللاعبين وصدروا مشكله الفلوس للمجلس اللي جاي بعديهم، خصوصا ان هم كانوا عارفين ان هم هيمشوا خلال كام شهر. معنى الكلام ده ان هو مش مع وضع سقف للاعبين. والله بقى يسال فيها يعني ما تمش طرحه في ما تم، لا مش قصدي ان هو شخصيا ما تمش طرح ده في اجتماعات مجلس الاداره ان احنا ما عندناش مشاكل ابدا نجيب لعيبه سوبر. زي حضرتك لسه قايل دلوقتي في الانتقالات الشتويه تقدروا تحاسبونا، ممكن نجيب في الانتقالات الشتويه في شهر يناير لعيبه بمبلغ اكتر من 1,200,000. هو لازم بقى زي ما احنا عندك عايزين. عشان تجيب لعيبه لازم تعمل نظام حاجه اسمها الاستبدال، انك بتستبدل لعيب وتدفع الغرامه، لان اصلا القايمه عندك مقفوله.